تعالوا اوريكم بقى تمرة المجدول وهي بتطيب. تعالى يا باشمهندس، تعالى كده يا حاج محمود. كل ما بنخش على موسم الحصاد كل ما الدنيا بتحلو. النهارده 20/8 2025 مقربين على موسم الحصاد. بسم الله ما شاء الله. الانتاج حاجه تفرح. التمور كلها موحده، التمور كلها حاجه تفرح تشرح القلب. ما شاء الله من النخله دي للنخله دي، حاجه كده قمه الحلاوه والشياكه. للنخله دي بسم الله ما شاء الله، كل التمور هنا منتج وحاجه تفرح. للنخله دي، النخل يعني دي مثلا من ضمن الطفرات داخله على 250 كيلو، بس ده مش الستاندر. يعني ال 250 كيلو في النخله الواحده مش الستاندر، احنا بنتكلم على الستاندرد في الانتاجيه من 100 ل 150 كيلو في التمور السيوي. لكن هتلاقي عندك تمور معديه ال 250 كيلو موجوده فين؟ موجوده في مزارع بشاير سيوه. الطفرات الكبيره اللي فيها الانتاجات الكبيره مش موجوده عند اي حد. علشان كده احنا لما بنعلن على الصفحه بالشكل ده ناس كتير ليه 250 كيلو؟ هنرجع نقول لهم بقى ايه؟ الواقع لا يكذب ولا يتجمل. تعال بقى ناخد خطفه سريعه يا باشمهندس ابراهيم لنخله مجدول. دي مزرعه نموذجيه، يعني فيها ايه؟ 1000 نخله متوزعين ما بين تمور سيوي وما بين تمور مجدول، وما بين انا عامل حوالي 100 نخله فريحي، حاجه حلوه برضو، بس ايه، حاجه شعبيه زياده عن اللزوم. ما شاء الله دي تمور المجدول. تمام؟ من النخله دي في التمور المجدول تطلع منها على النخله دي، وشوف الانتاجيه. برضو المجدول في طفرات، هتلاقي الطفرات دي عندنا في بشاير سيوه. هتيجي تتكلم على انتاجيه النخله المجدول، ايوه بعد اعمال الخف فيها حوالي 80 90 كيلو، من اول 65 لحد 90 كيلو. لكن الطفرات اللي فيها 140 كيلو مجدول مخفوف برضو هتلاقيها في مزارع بشاير سيوه. نسيب النخله دي ونروح النخله دي، نطلع من النخله دي نيجي على النخله دي. باشمهندس ابراهيم داير ما يدور حوالين النخله هتفرح، الكاميرا اللي بتصور النخله هتتبسط. وتطلع من النخله دي على النخله دي، داير ما يدور يا باشمهندس ابراهيم. وتمور كلها بسم الله ما شاء الله جامبو، احجام ما بين جامبو وسوبر جامبو. تعالى كده زوم بعد اذنك. ما شاء الله زوم، هتلاقيها احجام كبيره. هتلاقي الشمروخ فيه حوالي 7 8 بلحات. تطلع من هنا. طب تعالوا اوريكم بقى تمرة المجدول وهي بتطيب. تعالى يا باشمهندس، تعالى كده يا حاج محمود، تعالى نفتح